بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات الطلاب الصف الأول الثانوي، النهارده بناخد درس جديد من دروس الجغرافيا وبنكمل مع بعض تضاريس مصر. خدنا في الدرس اللي فات نهر النيل، النهارده بقى هناخد وادي النيل. وادي النيل في مصر يعرف بأنه الأرض الفيضية الخصبة التي تمتد على جانبي النهر ويحدها حفات عالية من الشرق والغرب، ويمتد من جنوب مصر إلى القاهرة. يعني الحتة اللي هي من عند آخر الدلتا لحد أسوان. تمام؟ الحتة دي جاية منين؟ جاية إن نهر النيل كان بيجيب معاه مية وطينة، المية بتمشي والطينة بتيجي على الجوانب. خلاص؟ يبقى الرواسب بتاعت نهر النيل هي اللي كونت وادي النيل، وبرضه لما نيجي على الدلتا هنقول برضه إن هي اللي كونته. طب مساحة وادي النيل قد إيه؟ قال لك مساحة الوادي 13,000 كيلو متر. تمام أوي كده. أهم خصائص السهل الفيضي في الوادي. السهل الفيضي يعني الأراضي اللي بتزرع اللي هي فيها طينة، بيتكون من رواسب طمية رصبها نهر النيل على جانبيه، بيختلف اتساعها، مرة الاقي السهل الفيضي ده واسع ومرة الاقيه ضيق. عموما هو بيبقى ضيق في الجنوب وبيبقى واسع في الشمال. بيصل أقصى اتساع له عند محافظة بني سويف، بيبقى 25 كيلو متر، واللي مش عارف محافظة بني سويف فين قصاد الفيوم. تمام. أقل اتساع له بيبقى عند خانق السلسلة شمال أسوان، أقل من 3 كيلو متر، يبقى تحت عند أسوان صغير 3 كيلو. بعد كده يبدأ يوسع 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 لحد ما يوصل ل 25 كيلو. الكلام ده فين؟ عند محافظة بني سويف. يبقى ممكن يجي سؤال ويقول لك بما تفسر يختلف اتساع وادي النيل من قطاع إلى آخر. أقول لأنه بيضيق في الجنوب وبيتسع في الشمال، وبيصل لأقصى اتساع له في محافظة بني سويف نحو 25 كيلو متر، وأقل اتساع عند إيه؟ ماشي. صلي بنا على النبي. الخريطة ديت بتوضح لي إن اتساع بيزيد غرب نهر النيل مقارنة بالجانب الشرقي، خاصة في القطاع الممتد من نجع حمادي إلى القاهرة، ويرجع ذلك لاقتراب مجرى النيل من حفات الهضبة شرقا، مما أدى إلى تقطع السهل الفيضي وضيقه واختفائه في بعض المواضع. يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. صلى على النبي. النهر ده اهو بيفحر في الحتة الايه؟ السهلة. طب الحتة التانية، الجهة التانية فيها هضبة، الجهة التانية فيها ايه؟ هضبة. يعني أنا عندي بيتسع غرب نهر النيل مقارنة ليه؟ لأن نهر النيل من ناحية الغرب سهل إن أنا أفحر فيه، لكن من ناحية الشرق في جبال وهضاب وصعب الصخور هناك ناشفة، فصعب إن أنا إيه؟ أفحر فيها. فبيبقى بيتسع في الغرب وبيضيق في الشرق. وصلت؟ تمام. في بعض المواضع بنلاقي الموضوع ده. طيب بيتميز نهر النيل وادي النيل يتميز بانبساطه وانحداره الخفيف. وخد بالك من كلمة انحداره الخفيف ديت دايما هنقولها، لأن لو ما كانش فيه انحدار ما كانتش المية مشت. تمام. دلتا النيل. الدلتا هي عبارة عن ايه؟ عارف المية بيبقى معاها طينة؟ هي الطينة ديت رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر بما يأتي به من حمولة، تترسب في مياه شاطئية ضحلة، تتطور لحد ما تتحول إلى سهل دلتاوي تخترقه فروع للنهر، لم يتبقى منها سوى فرع رشيد وفرع دمياط. أفسرها لك، أبسطها لك. كان بيجيلي مية مع نهر النيل، المية معها طينة، الطينة بتيجي على الجانبين، الجانبين ده همت بيكونوا الدلتا. تمام؟ تمام أوش. عندي بقى الدلتا ديت على شكل 7. الدلتا على شكل ايه؟ 7 اللي هي مثلث. الدلتا ديت كان لها زمان 7 فروع، وبقول لك تخترقه فروع للنهر. ما عادش من ال7 فروع دولت غير فرع رشيد وفرع دمياط. تبدو دلتا نهر النيل في شكل هندسي أقرب للمثلث، تقع قمته عند نقطة التفرع شمال غرب القاهرة اللي هي عند ايه؟ عند القناطر الخيرية بنحو 23 كيلو متر، وتمتد قاعدته قاعدة بقى المثلث قاعدة الدلتا على طول ساحل البحر المتوسط. منين؟
لما تبص على البحر المتوسط كده هتلاقي حته اسمها سهل الطينه، ناحيه ايه؟ ناحيه سينا وبورسعيد. الناحيه التانيه بقى هتلاقي اسكندريه. يبقى انا ماسك من سهل الطينه لحد ايه؟ لحد اسكندريه. دي قاعده مين؟ قاعده الدلتا. تمام؟ تمام قوش. هتبص عندك اهوت هتلاقي سهل الطينه قدامك اهو، وهتلاقي عندك هنا اسكندريه. يبقى اللي ما يعرفش نقول له ان الدلتا بتبتدي من عند هنا شمال القاهره، من عند القناطر الخيريه لحد سهل الطينه، والجهه التانيه الاسكندريه. لما هتبص على الخريطه دهيت هتلاقي قدامك كذا رأس دمياط، وطبعا احنا عارفين راس البر وراس البرولوس وراس رشيد، وهتلاقي عندك خليج ابو قير، وهتلاقي عندك بحيرة مريوط، بحيرة اتكو، بحيرة المنزلة. استفيد ايه من الكلام ده؟ استفيد ان الدلتا فيها اكتر من رأس، بتزيد مساحة الدلتا على 22,000 كيلومتر، يعني قد الوادي مرتين. وسطح الدلتا مستوي خاصة في الشمال، ولازم طبعا الدلتا تنحدر من الجنوب للشمال عشان المية تمشي. طيب تنحدر الدلتا انحدارا طفيفا من الجنوب الشرقي، يعني من ناحية البحر الأحمر إلى الشمال الغربي، ناحية إيه؟ ناحية اسكندرية كده. تمام. يتميز ساحل الدلتا بكثرة الرؤوس والخلجان وامتداد البحيرات اللي احنا قلنا عليها من شوية. زي ما احنا شايفين الراجل ايه اهوت مش مخلف جهد. صلي بنا على النبي. لما بندرس دلتا نهر النيل بنجد ان فيها شوية ظاهرات. الظاهرات ديت زي ايه؟ زي فرع دمياط وفرع رشيد. فرع دمياط وفرع رشيد بيبدأوا من عند القناطر الخيرية شمال غرب القاهرة، وبيبلغ طول فرع دمياط 245 وفرع رشيد 239. يبقى مين الأطول؟ فرع دمياط. والأول أعلى منسوبا من فرع رشيد بنحو مترين، اللي هو الأول مين؟ الأول دمياط. ولكن رشيد أكثر اتساعا. يبقى أنا ممكن دلوقتي أجي أقول لك قارن بين فرع دمياط وفرع رشيد، تقول لي ده 300، 245 ده 239، ده أعلى منسوبا ده ايه؟ اكثر اتساعا. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك ينتهي نهر النيل عند نقط، تقول لي ينتهي عند ايه؟ رشيد ولا دمياط؟ طبعا دمياط. طيب يبدأ نهر النيل من عند نقط، تقول لي من عند ايه؟ نهر كاجيرا اللي احنا خدناها الحصة اللي فاتت. تمام؟ تمام قوش. بص يا سيدي، ساحل الدلتا هو ساحل رملي منخفض. يبقى ساحل الدلتا هو ساحل رملي منخفض اللي احنا بنسميه البلاج، ماشي، اللي بناخد الشماسي والكراسي ونروح نقعد عليه. بيمتد من شرق بورسعيد من عند سهل الطينة حتى غرب اسكندرية. بيتميز بايه؟ طبعا مش مستقيم، متعرج. يبقى اول حاجة تعرجه. تاني حاجة كثرة الرؤوس مثل رأس دمياط وراس البر وراس البرولوس والحتت دي كلها. وجود الخلجان مثل خليج ابي قير. امتداد البحيرات الساحلية على طوله مثل بحيرات البرولوس والمنزلة وإتكو. البحيرات الساحلية، يلاحظ ان البحيرات الساحلية تمتد من الشرق الى الغرب، وهي بحيرة المنزلة والبرولوس وإتكو ومريوط، وتتصل بعضها بالبحر المتوسط بطريق فتحات تسمى البوغاز، مثل بوغاز أشتوم الجميل الذي يربط بحيرة المنزلة بالبحر المتوسط. طبعا احنا عندنا اهوت بحيرة المنزلة اهيت، وعندنا الحتة اللي فوق دهيت المفروض اسمها ايه؟ أشتوم الجميل، دي اللي هي ايه؟ البوغاز اللي الراجل اللي لنا عليها. طيب احنا خدنا قبل كده ان احنا عندنا الوادي والدلتا والفيوم. خدنا الوادي وخدنا الدلتا، يبقى فاضل لنا ايه؟ الفيوم. ده كله في اول نقطة. لما نيجي نبص على منخفض الفيوم هنلاقي هو قصاد بني سويف. يبقى منخفض الفيوم عموما كده عشان تبقى متخيله قصاد ايه؟ بني سويف. مساحة منخفض الفيوم 1700 كيلو متر، وتحيط به حافات متصلة في معظم امتداداتها. تم حفره بواسطة العوامل الباطنية وعمليات النحت المائي. يبقى بما تفسر نشأة منخفض الفيوم، تقول لي بسبب العوامل الباطنية وعمليات النحت المائي. خلي بالك عمليات النحت المائي دي تبع التعرية،
يعني عمليات خارجية، وعمليات البطنية اللي هي الانكسارات والالتواءات والحاجات ديت عمليات داخلية. ماشي، خلي بالك من الكلام. عندي لما اجي اتكلم اقول مش النحت المائي وبس، امال ايه؟ عندي كمان الرياح. النحت المائي والرياح كانوا بيفحروا في ايه؟ كانوا بيفحروا في الهضبة الجيرية الى الغرب من نهر النيل، لان طبعا منخفض الفيوم في الصحراء الغربية. طيب منخفض الفيوم في الصحراء الغربية قصاد ايه؟ قصاد بني سويف. بينحدر قاع المنخفض انحدار عام باتجاه الشمال الغربي، يعني ناحية اسكندرية، حيث توجد أخفض منطقة في المنخفض. ايه هي ديت؟ اللي هي قدامنا دهيت بحيرة قارون. لذلك بحيرة قارون تعتبر مصرف لإيه؟ لمنخفض الفيوم. ويفصل المنخفض عن وادي النيل هضبة جيرية تقطعها فتحة اللاهون، وديت الفتحة اللي بيدخل منها مية نهر النيل عن طريق بحر يوسف. خد بالك معايا كده، في هنا بحر اسمه بحر يوسف، ماشي اهوت، دخل في فتحة اللاهون، دخلت المية. يبقى لما اجي دلوقتي سؤال واقول لك ليه منخفض الفيوم يعتبر جزء من الوادي والدلتا، تقول لي لان مية الفيوم وطمي الفيوم هما طمي الوادي والدلتا ومية الوادي والدلتا. يعني لو مية الوادي والدلتا فيها سكر يبقى مية منخفض الفيوم فيها سكر، لو مية الوادي والدلتا فيها ملح يبقى مية منخفض الفيوم فيها ملح، لأن الفيوم بيشرب من نهر النيل عن طريق بحر يوسف عن طريق فتحة اللاهون. يعني اللي هنا هو اللي هنا. تمام كده؟ تمام أوي كده. نيجي بعد كده للصحراء الغربية، وهتكون ديت إن شاء الله بداية الحصة الجاية. أتمنى تكونوا استفدتم. لو أي حد عنده سؤال أو استفسار يسيبهولي على صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك أو على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.